البطولات القادمة؟ عبد الرحمن هارد لك في النهاية. الحمد لله. الحمد لله على الكلام. بكل تأكيد خالد تتكلم عن اللقاء الثالث، واخوي خالد ذكر نقطة مهمة جدا. اللقاء الأول انه مثل هي الصعوبات اللي جاء في اللقاءات اللي جات بعدها. احنا ايضا ناخذها في الجانب الاخر، مفترض انه يكون الانتصار على منتخب كبير مثل الارجنتين يمثل حوافز ودوافع للاعبين، ويمنح اللاعبين ثقة اكبر ويعطيهم امل، بدل ما يكون الامل هذا انتصار في مباراة وان تنتقل الى الدور الثاني وتحقق مكتسب كبير جدا مماثل المكتسب اللي تحقق عام 94. وانا اعتقد انه اللي تحقق للمنتخب اليوم لم يتحقق لاي منتخب في تاريخ المملكة العربية السعودية، او يمكن حتى لكل المنتخبات العربية، كون انه حقيقة كان فيه اهتمام خاص وشخصي من سمو سيدي الامير محمد بن سلمان وتوفير كل المتطلبات، فبالتالي اوجد لهم كل المستويات العليا، لا من حيث الدعم، لا من حيث المعسكرات، لا من حيث حتى منح الاتحاد السعودي لكرة القدم الصلاحيات المطلقة في تنفيذ البرامج، حتى لو كانت لها انعكاسات سلبية على مستوى الموسم أو الدوري. فبالتالي أنا كنت أتمنى حقيقة أنه على الأقل مثل هذه الإمكانيات استثمرت بشكل أكبر وأوجدتنا بصورة أفضل، خاصة أنه اللاعبين أعطونا هذا الأمل وصنعوا عندنا هذا الشغف بأنه نكون موجودين في لقاء بولندا بصورة أفضل. نعم نستمتع ونفرح، ولكن كرة القدم نتائج في الأول والأخير، وهذا الأمر لم يتحقق. السبب الرئيسي من وجهة نظري هي عدم اختيار أدوات كان بالإمكانها تقدم حضور أكبر، فأنت تكون مخير ما بين الأفضل والأجهز، فالأجهز دائما هو الخيار الأمثل للتواجد في مثل هذه الاستحقاقات. الإصابات أمر متوقع في مثل هذه اللقاءات، خاصة في مجموعة قوية جدا تتمثل في الأرجنتين وبولندا والمكسيك. تتكلم عن السرعة، تتكلم عن القوة، تتكلم أيضا عن نقطة مهمة جدا هي توقيت البطولة. أنت بتلعب أمام منتخبات تعتبر منتخبات حديدية وكتل حديدية داخل الملعب، فبالتالي أنت كنت تحتاج الجاهز بحيث أنه يعوض أي مشكلة أو أي نقص ممكن يحصل للمنتخب مثل ما حصل الآن. الأمر الآخر وهو الأهم التدخلات المدرب. يعني أنا اليوم أشوف العبود موجود وهو في المباريات الودية ما يشركه، ما لعبوا ولا مباراة معه، وبالتالي هذه مثلت معضلة. علي الحسن كذلك كان موجود اليوم في الملعب وهو ما يشارك إلا في مباريات قليلة جدا مع النصر وأيضا مع المنتخب في مباريات الودية، فبالتالي أصبح البديل مو جاهز بشكل جيد. الحاجة الإيجابية اللي فعلا تحسب للمدرب وكانت مثالية وقوية جدا وأكدت حضورها، حقيقة أنا أعتبرها هي إبداع، هو تجهيز عبد الإله العمري، عبد الإله المالكي ومحمد كنو. كون أن اللاعبين كانوا منقطعين، كنو كان منقطع 4 إلى 5 أشهر فترة الإيقاف، وعبد الإله المالكي كان منقطع تقريبا 9 أشهر راجع من إصابة رباط صليبي. العامل القوي عليهم خلاهم يعطونا منتج جدا مميز داخل الملعب، فكنت أتمنى حقيقة أنه اختار لاعبين بإمكانيات واحتياجات ومتطلبات واشتغل عليها بشكل كبير جدا حتى يكون هناك على الأقل في المدد الزمنية المتقاربة ما بين المباريات عملية التدوير الإيجابي، ولكن هذا للأسف لم يحصل. فبالتالي اليوم شفنا لاعبين يلعبون في غير مراكزهم ومثلت مشكلة للمنتخب السعودي، وبالتالي دفعنا ثمنها، وثمنها حقيقة كان غالي لسبب واحد مهم جدا، هو حالة الشغوف اللي كان موجود عليها المنتخب السعودي. يعني أنا اليوم أنا كنت شغوف، كنت أحلم اليوم أني أصعد للدور الثاني، وهذا حق لي أنا كمشجع وكمحب سعودي. فبالتالي مثل هذه يعني السلوكيات أو التصرفات من بعض المدربين، إذا أنت مدرب وتفهم، نعم أنت تفهم أكثر منا، لكن اليوم إحنا نفهم كورة ونعرف، فبالتالي يا أخي احترم هذا الطموح وهذا الشغف اللي موجود. اليوم كل العالم بسبب مباراتنا مع منتخب الأرجنتين، العالم كله جاي اليوم كانت تأمل على الأقل أنها تخرج متأهلة لدور ال16، وهذا الأمر للأسف لم يتحقق. هذا أمر مؤلم حقيقة، والله مؤلم. يعني أنا والله يعني أنا ودي أمسك حتى نفسي إني ما أخرج عن السياق والحديث الفني،
لكن انا مضطر اني اتكلم كمحب، كمواطن يملك احلام، يملك شغف. هذه كرة قدم ابو عبد الرحمن. عارض لك معليش اتمنى تشوف هذه كرة قدم، لكن احنا نتنفسها. اكيد احنا نتنفسها اليوم. صحيح. خاصة قلت لك مباراة الارجنتين هي اعطتني هذا الاحساس، هي اعطتني هذا الطموح، هي اعطت ناس كثيرين جدا تغيبوا من عملهم لرفض اداراتهم منحهم اجازات علشان يحضرون مباراة المكسيك ويتأهلون. انا موجود في الميدان هنا في الاستوديو التحليلي، والله العظيم كنت متفائل الى درجة قصوى، حتى اني اقول هذا التفاؤل هو غرور فيني. لم اعد ارى الا المنتخب السعودي، لكن ما هو من المعقول ايضا ان المدرب يتصرف مثل هذه التصرفات. على ادارة المنتخب ان تتكلم معه. نعم هو مسؤول فني، لكن انا موجود كشريك. ما تكونش قاسي على المنتخب. موجود انا كشريك معك اليوم. لكن مش ممكن انك تكون قاسي على المنتخب السعودي. الفريق السعودي قدم يعني صحيح احنا ما ننكر يا ابو عبد الرحمن عادل، احنا ما ننكر ذلك. ولا نصادر. شوف على فكره احنا موجودين هنا في المنبر، المنبر لا يسمح لنا بمصادره حقوق الاخرين. لا اكيد. نعم احنا اثنينا عليهم واعتذرنا لهم على الهواء مباشره، لكن من حقنا ان نعبر عن مشاعرنا وان نعبر عن وجهات نظرنا. احنا لاعبين ومارسنا كوره ونفهم التغييرات اللي حصلت كانت غير ايجابيه. السبب الرئيسي في عدم اختيار مدرب المنتخب للاعب الجاهز ابو عبد الرحمن، والامثل اللي ممكن على الاقل يعطيك حلول وخيارات افضل مما كان، خاصه في مباراه بولندا وفي مباراه المكسيك، لان كان المنتخب يحتاجه بشكل ضروري جدا. كنا قاب قوسين او ادنى انه نتاهل. كابتن محمد، الحمد لله. نقطه اعقب عليها موضوع اختيار اللاعبين. اليوم المدرب من وين يختار اللاعبين؟ بالتدريبات، صح ولا لا؟ اثناء التدريب يعني يختار تشكيل، خاصه بهذه الاوقات اللي يكون بها يعني نواقص باللاعبين واصابات. فممكن اللاعب يعطي في التدريب بشكل جيد، يعطي يمكن الكابتن عادل والكباتن المدربين يعرفون احسن من عندي. يعطيك اداء ويعطيك جهد عالي بالتدريب، يخلي المدرب يختاره بالتشكيل. وانت تطمح باش ديروا في التشكيل. يروح بالتشكيل، لما يروح بالتشكيل هذه المباراه هنا العمليه تختلف. المدرب في اولويات يا نوف، في اولويات. يعني انت تجيب اللاعب الاصل من اول، تجيب اللاعب الجاهز وبدها تشوفها في التدريب. اي بس عندك اصابات كثيره. بعد الرحمن طبعا احنا ما راح نكون سعوديين اكثر من كنت يا سعوديين. لا انت سعوديين. اوكي بس ودي انا اوصل لك فكره. يعني انت تتكلم انه باختيار لاعبين لازم يكونوا جاهزين، او لماذا اخذ مع لاعبين مو بجاهزين؟ اذا بنتكلم عن اللاعبين اللي مو بجاهزين تتكلم عنهم انت مثل من؟ عطني اسامي. انا اقول لك عبد الله عطيف طيب جاهز. اوكي زين. عندك ادى ولا ما ادى؟ كيف؟ ادى ولا ما ادى؟ عبد الله ما لعب. اوكي زين، مع انه انت محتاجه اليوم. عبد الله ما يلعب وانت اخترته. في لعيبه عندي انا كنت محتاجهم في خط الوسط. عطني البدله. البدلاء كانوا موجودين في الانديه تقصد؟ لا البدلاء اللي عندك اليوم اللي لعبوا يقصد. في لعيبه انا كنت افضل انه يلعب هتان بهذري لانه موجود. انت الان انا اشوف المنتخب السعودي النجعي موجود. شوف الله يسلمك، المنتخب السعودي اللي قدامنا حاليا ما في بدلاء، هذول كلهم يلعبون ترى. خالد انا بتكلم عن مباراه المكسيك اليوم. انا اقول لك من الافضل ومن الاولى انه تلعب النجعي وتبقي محمد خنو مكانه كمحور ارتكاز، بالتالي بيعطيك حضور افضل. موجودين معاه، خطأ في تشكيله. انا اقول لك هو في الاختيارات. اي لكن ابو عبد الرحمن هذه بعد المباراه راهو، هذه تقييمك بعد المباراه، لكن قبل المباراه التشكيله دائما مثاليه. احنا ما انا نعتبر ان المنتخب السعودي اليوم في مباراه اليوم ما كان جاهز في المستويات الكل. بدنيا ما كان جاهز، ذهنيا وهذا المهم، ذهنيا ما كان جاهز المنتخب السعودي اليوم. شوف احنا نتكلم، احنا عبد الرحمن انا تعمدت اني ما نقاطعك بصراحه، تقول لي في خاطرك، قلت لك هذا منتخب وطنك في النهايه، من حقك انك تقولي تبي تقوله، لكن لا نقسو على منتخب مع كل احترامي وتقديري لك. احنا ما قصينا. بعد الرحمن بتقاطعني ما راح اتكلم. لا انا ما قاطعتك، بس الله يحفظك خالد اسمح لي. انا والله ما قاطعتك، انت ما يصير ولا قسيت على المنتخب. انت تصدر الحين من شوي تقول لهم لا تصدروا الكلام. انا ما صدرته، بس دقيقه الله يسلمك. ما صدرت. بعد الرحمن انا مقدر التعب اللي فيك، انت تنقل كلام يا خالد الان. مقدر، اسمح الله يسلمك، انا ما صدرت. بعد الرحمن ومقدرين حرقه قلبكم على منتخبكم، وبالعكس كل اللي موجودين. ارجع واقول نقطه مهمه، المنتخب السعودي في كاس العالم 2022 لم يكسب احترام وتعاطف العرب، بل كسب احترام العالم اجمع. اجي انت الله يسلمك، متفقين على الله ما يصير بعد الرحمن رجاء، ما يصير انا اجي الحين والله عقب ما خسرت من المكسيك او طلعت من البطوله اجلد. لا اسمح لي يا اخي، الظروف اللي مر فيها منتخب وطنك ترى مش شيء، ظروف مش طبيعيه.
يا اخي منتخب المباراه الاولى طالع بدم، المباراه الثانيه امام بولندا كان ينقص التسجيل يا محمد، ومع غيابات. اليوم ما هو بيومكم صح، اليوم منتخب ما ادوا كلنا قلنا. نعم. لكن انت الان تمسح كل اللي سووه في الاولى، سجلت تاريخ باسم العرب، فوز على الارجنتين مع احترامي لك. اسمح لي بس يا ابو عبد الرحمن خالد، اسمح يا حول ولا قوه الا بالله يا ابو عبد الرحمن، احنا قلنا لك احنا خليناك تتكلم، بديت خشمك، احنا خليناك تتكلم. انا ما مسحت، ما فايده، ما مسحت الله يعطيك العافيه. عبد الرحمن اسمح لي، ما انا شوف انا ضد موضوع تصفيه الحسابات. انا ما اصح حسابات خالد، هذه من اخلاقي وتعرف. لا للبرنامج وللمنبر اللي انا فيه له كامل الاحترام، وانا ما جيت هنا على فكره اتكلم عن ارائي الشخصيه. عبد الرحمن انت لك كامل الاحترام، يبقى احترم اللعيبه اللي ما قصروا في البطوله. انا محترمهم وذكرتهم وشكرتهم، قولوا شكرا يعطيهم العافيه، ترى ما قصروا، ترى احنا اقسم بالله متفرجين والله تشوفوا وجيههم، ترى موضوع مش بسيط، كاس عالم يا جماعه الخير. انت شوف الجمهور اللي في الملعب فوق 80,000 متفرج، في جمهور مكسيكي وفي جمهور سعودي في جماهير اخرى، التلفزيونات، الاعلام، الاضواء، كلهم اي يا اخي اسمح لي، ترى احنا بالعكس، انتم منتخبكم مؤدي ولعب وقاتل وسوى كل شيء. واحد يعالج عندك في السعوديه والثاني مصابين عندك، واحد يراكض وما يقدر يركض، واحد ضام يا اخي. بعد اسمح لي، اوكي خسرانين اليوم، ما ادوا صح، ما ادوا اليوم، كلنا متفقين ما ادوا، لكن والله اني ابخص بحقهم بعد الرحمن، ما هو بنت الله يحفظك. لا انت لا تقول نبخص، احنا ما بخصنا، انت اللي قاعد تسوي. نتكلم عن اليوم يا خالد، نتكلم اليوم، نتكلم عن اليوم. اسمح لي، انت ما اديت اليوم، اسمح لي يا خالد الله يخليك، هم اللي فازوا على الارجنتين، ما ادينا، لكن احنا ما صدرنا حقوق الاخرين ولا عملنا. هذول هم نفسهم اللي فازوا على الارجنتين، ما صدرنا هم اللي اسمح لي شوف بعد لكن كان بالامكان افضل مما كان. ممكن اقول لك شغله صغيره؟ هذول اللعيبه اللي يلعبوا اليوم مع المكسيك هم اللي لعبوا ضد الارجنتين وفازوا على الارجنتين، وهم نفسهم اللي لعبوا مع بولندا وكانوا حتى الاقرب الفوز، والكل كان يقول، وهم نفسهم اللعيبه الله يحفظك اللي خلوك تقعد قدام التلفزيون وتقول احنا بنفوز. ازرعوا الثقه في نفسك الى الان الى بكره. طيب دقيقه، وعلوا الطموح عندك، انت جاي هنا البطوله وتقول ان احنا مجموعتنا صعبه. انت وصلت الى مرحله كل اللي موجودين يقول لك لا يبقى السعوديه متاهله، بل ان كنا نتكلم في لحظات اليوم ان السعوديه ممكن تتصدر مجموعتها يا جماعه، اليوم مش امس. فاليوم خلاص انتهت المباريات، راحت المنافسات، شكرا ما قصرتوا، يعطيكم العافيه، نتمنى مراجعه بعض الاخطاء وانتهى الموضوع. هذا هي بس انا اليوم الله يسلمك اللي شفته في رونالدو كمدرب، انا الحين انا مش فني، ولكن اكلمك كانسان متواضع مذيع على قدي، اقول لك اللي شفته من رونالدو مدرب المنتخب السعودي انا احترمه، مدرب خدير، مدرب كبير، مدرب زرع يا اخي. انا شفته في كم فيديو مع تعامله مع اللعيبه، يخلي اللاعب ينزل الملعب يا جماعه يحفر الارض، مستذبح. العامل النفسي يا خالد عامل لحظي، معلش انه يستفيد. انا عندي امكانيات يا خالد، انا عندي لعيبه. انت ترد على نفسك بعد الرحمن. العامل النفسي شفناه في مباراه الارجنتين، والعامل الفني انت بتتكلم عنه شفناه في بولندا. اليوم خالد وكان بالامكان افضل مما كان، اليوم ما كانش بالامكان احسن مما كان. اليوم نتيجه منطقيه، هذا كله في مباراه اليوم مباراه نتيجه منطقيه. ذكرنا الايجابيات، ذكرنا المدرب وعمله، ذكرنا كل الامور واثنينا عليها. ممكن اطلب منك اثنينا عليها يا عبد الرحمن، ما صدرناها. لا ممكن اطلب منك خدمه صغيره؟ لبيه يا ابوي، الله يجزيك خير. انا ارجع واقول لك مره ثانيه، ترى احنا ما راح نكون سعوديين اكثر منكم، ومقدرين مشاعرك يا ابو عبد الرحمن، ومقدرين حزنك، ومقدرين انك انت تحب تشوف بلادك في المقدمه وفي القمه، هذا حق طبيعي ومشروع من حقك على هذا المنتخب. بس هل ممكن نسمع الاراء الاخرى؟ خلي يفصلوا مثلا بيننا في الكلام. هل المنتخب السعودي قصر في البطوله كابتن؟ لا بالعكس المنتخب هي في حسره وخيبة أمل، لأن كانت الآمال كبيرة. هل أن اللاعبين قدموا كل ما عندهم 100%، معناها عطاوا اللي عندهم، لكن في المباراة المفصلية في مباراة اليوم ما كانوش في مستواهم، لأنهم ذهنيا ما كانوش حاضرين، بدنيا ما كانوش جاهزين. فين الثنائيات اللي فازوا بها في المباراة؟